عليكم ورحمة من الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ورجعت لكم بفيديو جديد من قناتكم كلاش ايجيبت. وزي ما انتم شايفين من كلان ايجي نايتس، يعني الفرسان 2 كلان يعد من أفضل الكلانات المصرية والعربية والعالمية. يعني بإذن الله، يعني زي ما راح أوريكم الهجمات وانتوا احكموا بنفسكم. وحوش بمعنى الكلمة، يعني في كلانات مصرية بالمستوى ده، شيء مرة جميل، يعني شيء من الآخر. فزي ما شايفين أعرض لكم الانتصارات، يعني شغال كسح اكتساح بمعنى الكلمة. هنا في خسارة، يعني كل حين وحين خسارة، وباقي كله انتصارات. ونروح التفاصيل آخر حرب. وفي راح أعرض هجمة ثواني. تاون 10 شبه ماكس، وفي برضه تاونات 11 ماكس نجمتين. وأعرض هجمة تاون 10 شبه ماكس، ما عدا يعني السور وكم مبنى. ويعني في هنا الوزرد ماكس، الانفيرنو ماكس. نبدأ بالهجمة. نزل واحد جاينت عشان يسحب الدعم. بالفعل قتل الدعم. بنزل بنفس استراتيجية الملكة الماشية، أو الملكة يعني الحبيبة، يعني ماشية مع نفس اكتساحهم، وفوقيها الهيلر عاملين أحلى شغل. وعمل الهدف المخصص للملك. نزل اللافا ووراها البالون على شكل قوس. نزل التجميد والتسريع. وصلت البالون والمناطيد لداخل وسط القرية. هنزل تجميد عشان يجمد الاير ديفنس الباقية، وباقي عدد كبير جدا كافي لمسح القرية والملكة بكامل قواها العقلية والجسمية والجسدية. وعدد أيضا كبير من اللافا بوبس. وباقي عملية تشطيب أو تنظيف للقرية، واتمسحت بالجيش اللي انتو شايفينه قدامكم. جيش وهجمة، لكن الملكة ليفل 40 جامدة جدا. وعرض لكم هجمة ثاني يعني عجبتني. يعني لو حبيت اعرض كل الهجمات تكفيل اكثر من رائع، لكن عايز لها وقت. في بصوا الهجمة دي اكثر من رائعة. رقم رقم 13 هاجم على رقم 7 وتاون 9 ماكس، ما عدا حوالي 10 او 7 حتى قطع من السور. نزل ايضا بالاستراتيجية الملكة الماشية، لكن مش بالبالون. نزل الملكة وفوقيها الهيلر، ملكة ليفل 25. نزل الزلزال ايرثكويك، فتح السور في انتظار الملكة تنظيف المكان اللي هو محدد له في الخطة. وأبدأ في الهجمة. يعني الصراحة يعني هجمات ما جامدة جدا. يعني لو حبيت اعرض كل الهجمات هتاخد وقت جامد. نزل نزل الجولم عشان يشتت الدفاعات. وراها كام موتش والملوك طلع الدعم. نزل الوزارد قتل الدعم. بدأ بتنزيل الهوج على بشكل متوزع، مش متفرق، بشكل متفرق عشان يستغل أكبر منطقة من الدفاعات يدمرها بنفس الوقت. وباقي معاه إنعاش، ومسح القرية بدون استخدام الإنعاش. يعني مسح القرية ماكس 9 بكل سهولة، وباستخدام إنعاش فقط لا غير. هو رقم
13 هجمة روعة جدا. وشباب يعني لو حبيت أعرض في هجمات كتير فانتظرونا في حلقات أخرى، والسلام عليكم.